السلام عليكم. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. مشكله كده حاسس ان انا واقع فيها الفتره دي، او يعني على الاقل بقالي فتره. الا وهي قصه ان الناس ممكن تزعل منك بسبب ان انت بتقول لهم لا او بترفض طلبات معينه. والحقيقة إن أنا شايف، أو على الأقل دي وجهة نظري اللي ممكن تكون صح أو غلط بالمناسبة، أو ممكن يكون مبالغ فيها قليلا. وأنا لما حكمت على الموضوع من بعيد شوية حسيت إن أنا فعلا قد أكون مبالغ. بس بقالي فترة اللي هو من ساعة ما ابتديت أدرك فعلا قيمة الحياة وقيمة الوقت وقيمة الفترة الحالية اللي هي فترة الشباب اللي أنا بعيشها، واللي المفروض أبذل فيها مجهود مجهود كبير جدا، أو مجهود مضاعف عن أي فترة تانية، واستغل الوقت اللي فيها بقدر الإمكان. لأن بعد كده او الفترات اللي بعد كده جايز ما يكونش عندي الظروف المناسبة او الامكانيات المناسبة او الصحة او حتى الوقت اللي يؤهلني ان انا اعمل حاجات كتير، مثلا زي ان انا مثلا اطلب العلم، او زي ان انا اذاكر. جايز صحتي تتدهور، او مش جايز، ده الطبيعي وده اللي بيحصل مع الوقت، او جايز الوقت يقل بما اني هكون ان شاء الله يعني مسؤول عن حاجات كتير في المستقبل. يمكن اتجوز، يمكن اخلف، يمكن ففي حاجات كتير هتاخد من وقتي وتفكيري وطاقتي وصحتي. آه، فلما ابتديت ادرك ده كويس، وادرك قيمة المكانة اللي انا فيها، واقدر ده. لان عمر ما هنتقدم، وعمر ما هنتحسن، وعمر ما هنكون كويسين من غير ما الشباب يكونوا كويسين. وانا جزء من المجتمع، جزء من مجتمع الشباب ده، فلازم احسن من نفسي، ولازم اطور من نفسي، ولازم استغل وقتي كويس جدا. من الفيديوهات اللي سمعتها اللي ريليتد بالموضوع ده كان فيديو كويس جدا لكريم اسماعيل، اللي كان بيقول فيه اتعلم تقول لا. والجدير بالذكر اصلا ان مش هو كريم اسماعيل بس اللي اتكلم في الموضوع ده، ولكن ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده. ناس كتير قالوا ان انت فعلا لو انت عندك وقت انت مقتطعه في يومك لاجل غرض معين او حاجة ذات قيمة مثلا، فانت من حقك ان انت ترفض آه، او ان انت يعني ترفض التنازل عشان حد او عشان حاجة. الحاجة اللي انا بتكلم فيها دي لمست معايا في حياتي الفترة اللي فاتت. آه، خصوصا مع اصحابي، بس انا عارف ان اصحابي مقدرين او كده، بس يعني مش كل الناس بيبقى عندهم حسن التقدير ده. فحاجة زي كده انا كنت حابب اتكلم فيها، وحابب يعني تكون عندنا في دماغنا، ويكون الوعي بتاعها منتشر، او الثقافة دي يعني يكون الوعي بتاعها منتشر الى حد ما. آم، فاللي هو ممكن حد يشوفني من بعيد كده ان انا اناني في تفكيري الى حد ما. ولكن لو بص لحقيقة الامر هيلاقي ان الطلب اللي هو بيطلبه، مثلا لو كان فعلا محتاج مساعدة حقيقية، او حاجة فعلا انا في ايدي، انا اللي انا هقدر اعملها له، مفيش حد غيري، فانا مش هتأخر. او حتى مش هنقول مفيش حد غيري، او حتى هقول ان انا اقدر اعملها له، او ان هو فعلا محتاج مني مساعدة حقيقية، فانا عمري ما هتأخر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث، واعتقد انا قرأت ان الحديث ده ضعيف تقريبا. آه، انا مش عارف حكم الحديث بصراحة، بس عشان ما بس ممكن نتأكد منه. ان هو آه، لأن أسير في حاجة أخي، أو أن أنا أقضي حاجة أخي أفضل لي من أن أمكث في مسجدي هذا 100 عام تقريبا، على ما أتذكر الحديث يعني. آه، ولكن احنا عايزين نفرق بين حاجة مهمة جدا يا جماعة، حاجة اسمها حاجة أخي، يعني اللي هو فعلا محتاج حاجة أنا همشي في قضاء حاجته، ولا هو فعلا مش محتاج، ولا هو فاضي فبيضيع وقت الناس التانية.
او ان هو بس جاست عايز يرفه عن نفسه، او عايز يتكلم، او عايز يروح مشوار، او عايز يجي، انا مش مطالب ان انا اكون معاك في كل وقت. انا ما بتكلمش عن نفسي، انا بتكلم عن اي شخص عموما عايز يحافظ على وقته. هو مش مطالب ان هو يكون معاك في كل وقت، ومش مطالب ان هو يقول لك نعم او حاضر او في كل وقت. والحقيقة هو لو عمل كده ما يبقاش أصلا صاحب كويس. أصل الناس فاكرة العكس تماما، فاكرة إن هو عشان يبقى صاحبي ويبقى أخويا وبتاع، إن أنت لازم تكون موجود في كل وقت، وإن أنت لازم تكون حاضر في كل وقت، ولازم تقول نعم وحاضر في كل وقت. والحقيقة إن ده مش صح تماما، لان هو فعلا كده مش صاحب حقيقي، ومش صاحب مدرك لقيمة الوقت، ومدرك لقيمة الصحوبية حقيقي. انت لو عندك واحد صاحبك بجد، واحد صاحبك حقيقي، هو اللي فعلا لو حصلت معاك مشكلة وانت لجأت له عمره ما يتأخر عليك. لكن فكرة ان بس عايزين اللي هو spending time كده وبتاع مع بعض وخلاص، لا. انا شايف ان دي حاجه لا، على الاقل في الفتره الحاليه، او على الاقل حتى لو ده هيحصل، وهو منطقي ان ده يحصل، منطقي ان الانسان اصلا بيحب الاختلاط بالناس، وعايز يقعد، وعايز يصاحب، وعايز يتكلم، وعايز يتناوب اطراف الحديث. آه، اسمها يتناوب ولا يتناول اطراف الحديث ايا كان يعني. آه، فالفكرة ان انت تفرق فعلا بين ان انت تزعل امتى وما تزعلش امتى، او بين الحاجة الحقيقية امتى، وبين ان انت فعلا ممكن تكون بتضيع له وقته، او ممكن في الوقت ده فعلا هو كان هيعمل حاجة تفيده او تفيد الناس او ايا يكن، فانت ضيعت عليه الوقت ده. فانت لازم تكون حريص وعندك وعي لهذا الموضوع. تمام. فمش الصاحب هو اللي موجود في كل وقت، ولا الصاحب اللي دايما بيقول لك نعم وحاضر وكده. آه، ومش غلط على فكرة، عشان بس الناس اللي ممكن تكون فاكرة غلط، او ان يعني حتى الناس كانوا بيقولوا يعني لا تكن شمعة تحترق، يعني تحترق، او هي تحترق لتنور للآخرين. تمام. يعني انت بتنور الدنيا كلها وماشي في قضاء حاجة الناس كلها، وانت نفسك آه، ضايع، ضايع ومحطم نفسيا. ما هو ده اللي هيحصل، ده اللي هيحصل لما تدي وقتك للناس كلها، وانت نفسك تبخل بنفسك، او ما يكونش عندك حتة انانية. وانا ما اقصدش الانانية بالمعنى الوحش اللي احنا فاهمينه، ولكن ولكن قصة ان انت تقدر قيمتك، وتقدر قيمة وقتك، وقيمة نفسك، ده برضو مهم. وعمر على فكرة ما هتبقى مفيد للناس اللي حواليك غير لما انت فعلا تصلح ذاتك، او يكون عندك مقدار من الانضباط مع ربنا سبحانه وتعالى، ومع نفسك، ومع شغلك، ومع حياتك. ما اعتقدش ان انت ممكن تكون مؤثر او تقدر تعمل حاجات كتير للناس من غير ما انت تبدأ بنفسك في الموضوع ده. آم، يعني من الحاجات اللي بتزعل الناس جدا هو فكرة ان انت مثلا قافل تليفونك. وانا شايف ان هي حاجه عاديه جدا. انا قاعد اذاكر، فمفروض ان انا اركز، فمش عايز اي حاجه تشتتني، فانا قافل تليفوني او باعد تليفوني عني. انا شخصيا كنت ممكن اتضايق من الموضوع ده زمان او كده، بس لما فهمت او الموضوع ده اتضح بالنسبه لي، مبقتش ازعل. يعني مثلا في واحد صاحبي انا فعلا بكون عارف ان انا لما هتصل بيه مش هيرد. تمام. آه، خلاص انا بسيب له رساله كذا كذا، انا محتاجك في كذا كذا، او في كذا، او حتى لو بكلمه في موضوع هزار، بس وقت ما هو سامح لنفسه ان هو يهزر، او ان هو يخرج، او ان هو يعمل، ممكن نعمل ده مع بعض. بس انا ما افرضش عليه ان هو يعمل حاجه هو ما كانش مخطط لها وباظ عليه خطط حياته. لازم يكون عندنا حرص على بعض يا جماعه، اكتر من يعني ايه، آه، من اللي هو انا عايز حاجة لنفسي خلاص وفي الوقت ده حالا. ما لازم اكون مراعي الوقت، الناس اللي حواليا، وراعي شغلهم، وراعي طبيعة ظروفهم. تاني حاجة هي ان انت، احنا قلنا ان انت ما تزعلش لما حد يقول لك لا، وان انت مش غلط اصلا ان انت تقول لا. يعني
كان في آية في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. اللي هو لازم تستأذن، أو على الأقل مثلا تعرف الناس أنا هجيلك في الفترة الفلانية، أو إن أنا ناوي أجيلك، فهو يبدي بقى إيه موافقته مثلا في وقت معين حتى يكون مجهز نفسه. بس فكرة إن نمشيها كده وخلاص، لا. هي جايز ده مع الناس اللي فعلا سايبة الموضوع كده سداح مداح، لكن الناس اللي عندها أهداف حقيقية ومدركة لقيمة الوقت، أم، أكيد الموضوع ده مختلف معاها تماما. حتى أحد السلف أو أحد الصحابة، في حد وقفه فقال له قف أكلمك، قال أمسك الشمس. يعني وقف الشمس، ما فيش وقت. الراجل ده مدرك لقيمة الوقت وعايز وعارف ان الدنيا دي يعني خلاص هي حاجة مرحلة مؤقتة، انا عايز اطلع فيها بأقصى استفادة ممكنة. فأي تشتيت او اي ضياع وقت مش هيبقى في مصلحتي خالص، بالعكس ده ممكن يوديني لسكك تانية خالص انا ما كنتش عايز اروح لها. فقال له اوقف الشمس، يعني اللي هو وقف الزمن بقى وانا اقف معاك. طبعا يعني انا مش مقصودش الموضوع بالشكل المبالغ فيه ده، بس على الاقل يا جماعه يكون عندنا حرص على بعض، و يعني ما نزعلش من حاجه زي كده. لان انا فعلا لو انا فاضي، او ان انا اقدر اخليك انسان احسن، انا والله ما هتردد. يعني اي حد عنده صلاح جواه عمره ما هيتردد ان هو يساعد غيره او يكون سبب في قضاء حاجته او كده. على الاقل يا جماعه انا شايف ان الموضوع ده في الفتره الحاليه اللي هي فتره الشباب، او اللي هي فتره الاعداد، ان انا لسه بعد نفسي، انا مش جاهز كفايه ان انا اختلط بالقدر الكبير جدا. او على الاقل دي طبيعه شخصيتي انا، عشان اكون بتكلم عن نفسي ما بقاش اعمم، لان في ناس هتشوفني بتكلم غلط في الموضوع ده، وانا كلامي مش كله صح اكيد يعني. آم، بس مش كله غلط. تمام. آم، فانا بتكلم على نفسي في الموضوع ده، لان انا بلاقي نفسي افضل في العزلة، وده مش غلط. يعني في ناس بتلاقي نفسها احسن مع الاختلاط ومع الناس ومع الجامعات، وفي ناس بتلاقي نفسها افضل في العزلة، وبتلاقي انتاجيتها افضل في العزلة. آم، لو ضربنا مثال مثلا على اليوتيوبرز، هتلاقي في يوتيوبرز سبب نجاحهم اصلا هو الناس، وان هم بيختلطوا بالناس وكده. تمام. مع انهم لو قعدوا مع نفسهم كده ممكن ما يكونش في اي محتوى خالص، او حاجه آم، او حاجه فيها كرياتيفيتي يعني، او ايا يكن، لو ما فيش محتوى خالص حرفيا. وفي ناس مثلا اشهرهم مثلا احمد ابو زيد، بتاع قناه دروس اونلاين، يعني هو غني عن التعريف طبعا. هو نفسه اتكلم وقال انا يعني كنت مختفي في فترة معينة أو كده، وإنتاجيتي قلت، وأنا حسيت بده لأن أنا بكون أفضل وأنا عندي جانب كده من العزلة في حياتي. فكتر الإيفنتات وكتر الاختلاط بالناس والمروح والمجي وكده بيأثر عليا. فكل واحد وطبيعة شخصيته، ده مش غلط وده مش غلط. هو الغلط بس إن الموضوع يكون مبالغ فيه زي ما احنا بنقول. آم، سواء ان انت يكون عندك انانية، او انانية في الوقت مبالغ فيها، او ان انت تكون شمعة بتحرق نفسها وتنور للناس كلها. فيعني خليك بقى زي ايه، زي السراج او المصباح اللي هو بينور جواه منور، وبراه برضو منور للي حواليه. تمام. وهو لازم ينور عشان، يعني هو لازم ينور كده من نفسه عشان ينور اللي حواليه. اتمنى الرسالة تكون وصلت. ويعني لو انا في
جانب معين في كلامي شايفينه غلط يا ريت تقولوا، لان انا فعلا عندي مشكلة مع الحتة دي في الفترة دي. واتمنى برضو لو انا اصبت في جانب معين برضو تقولوا لي ان انت اصبت او ايه رأيكم او كده. لان انا فعلا عندي ازمة مع الموضوع ده ومش عارف ايه الصح من الغلط.